أهلا بكم في نقاش جديد. النهاردة بنلقي نظرة على محتوى مصدر واحد، هو عبارة عن مقطع فيديو على يوتيوب. الفيديو ده بيركز على مناورة عسكرية بيقول إنها كانت متخطط لها في الجزائر، وبيقدم تفسير معين لعدم إجراءها. مهمتنا هنا هي إننا نفهم الرواية اللي بيقدمها المصدر ده. الفكرة الأساسية اللي بيطرحها الفيديو بتدور حوالين تدريب عسكري كان المفروض حسب كلامه يتم يوم 21 مايو 2025 بمشاركة، هو بيقول، من مصر وموريتانيا وليبيا وتونس وكمان جبهة البوليساريو. الفيديو بقى بيسأل ليه التدريب ده ما تمش، وبيعتبر إن الإجابة ليها دلالات مهمة. بالضبط. نقطة البداية في الحجة اللي بيقدمها الفيديو هي إن التمرين العسكري ده للحد يوم 26 مايو، يعني تاريخ نشر الفيديو نفسه، ما كانش اتنفذ. وهو بيربط ده مباشرة بأخبار بيوصفها الفيديو بإنها مؤكدة عن انسحاب دول كان مفروض تشارك، زي مين؟ زي مصر وموريتانيا وليبيا حسب كلامه. طيب، وإيه تفسير الفيديو للانسحاب المزعوم ده؟ الرواية المطروحة في الفيديو بتقول إن الدول دي اكتشفت مشاركة جبهة البوليساريو، وإنه يعني الموضوع ده ما كانش معلن أو واضح ليهم من البداية، وده اللي خلاهم ينسحبوا. وفقدوا ثقة في الجزائر بسبب الموضوع ده حسب كلام المصدر يعني؟ ده اللي الفيديو بيقوله، أيوة. وبالتالي بيقول إن الجزائر وتونس بس هما اللي فضلوا مع البوليساريو، وإن العدد ده مش كافي لتنفيذ المناورة. مثير للاهتمام إزاي بيربط الواقعة دي اللي هو بيزعمها بمفهوم أوسع. صحيح. الفيديو بيستخدم الحادثة دي كدليل على اللي بيعتبره عزلة جزائرية بتزيد. بيصور الموضوع مش مجرد حدث عابر، لا، ده دليل على تراجع مكانة الجزائر إقليميا وعربيا، لدرجة إنه بيوصفها بإنها أسوأ فترة بتمر بيها. هل بيقدم أمثلة تانية عشان يدعم فكرة العزلة دي؟ أكيد. الفيديو بيسرد مجموعة ادعاءات تانية، بيتكلم عن توترات أو إغلاق حدود مع دول الجوار زي المغرب، موريتانيا، مالي، النيجر وليبيا، وبيحدد هنا طرف حكومة الدبيبة. وكمان بيتكلم عن خلافات دبلوماسية مزعومة طبعا مع دول زي الإمارات والعراق والسعودية. إيه كمان؟ هل أتكلم عن أي حاجة تانية ليها علاقة بالوضع الداخلي أو مع أوروبا؟ أضاف كمان ادعاءات تانية، بيقول إن في تحقيقات جارية بخصوص محاولات اختطاف واغتيال مزعومة في إسبانيا وفرنسا لمعارضين، وبيتكلم عن مشاكل في العلاقات مع فرنسا نفسها. ده غير اللي بيوصفها الفيديو بأزمات داخلية خطيرة، يعني الصورة اللي بيرسمها هي صورة ضغوط كبيرة من كل ناحية. وبعدين بيربط كل ده بقضية الصحراء الغربية. إزاي بيطرح النقطة دي؟ دي نقطة محورية جدا في تحليل الفيديو. هو بيزعم إن الجزائر بشكل أساسي ربطت وجودها ومصيرها بالملف ده، وبناء على كده الفيديو بيتوقع أو بيتكهن إن أي تقدم في تسوية ملف الصحراء، وهو بيتوقع ده يحصل بحلول أكتوبر الجاي، ممكن يكون، وده تعبيره حرفياً، بداية سقوط النظام الجزائري. وبيجيب أمثلة يعتبرها فشل للجزائر في السياق ده. أيوة، بيستخدم مثال إرسال الأسمدة لكينيا، وبعدين إزاي كينيا بعد كده اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء. الفيديو بيعتبر ده دليل فشل للسياسة الجزائرية في الملف ده. واتكلم كمان بسرعة عن وضع تونس. انتقد الرئيس قيس سعيد واعتبر أن تونس بقت تابعة للجزائر، وأنها استوردت منها مشاكل زي طوابير الانتظار. وطبعا ده كله تحليل وتوصيف خاص بالفيديو. وفي الآخر الفيديو بيختم إزاي؟ إيه الخلاصة اللي بيوصلها؟ هو بيختم بطرح أسئلة عن التداعيات الداخلية المحتملة في الجزائر بسبب الضغوط المزعومة دي. يعني بيتسائل، هل ممكن تتم التضحية بوزير الخارجية ككبش فداء، ولا الصراع الداخلي اللي هو بيوصفه كده هيزيد أكتر؟ تمام. يبقى لو حبينا نلخص الرواية اللي بيقدمها المصدر ده بالذات، هي بتبدأ بالادعاء إن المناورة العسكرية دي ما اتعملتش، وبعدين بتفسر ده بانسحاب دول بسبب مشاركة البوليساريو اللي ما كانوش يعرفوا بيها حسب كلامه، وبعدين بتستخدم ده كدليل على عزلة جزائرية شايفها بتزيد، وبتربط كل الخيوط دي في النهاية بمصير ملف الصحراء الغربية والتأثير الحاسم اللي بيزعم إنه للملف ده على استقرار الجزائر الداخلي. بالظبط كده. والفكرة اللي بيسيبها الفيديو عند المشاهد هي دعوة لمراقبة التطورات الجاية من المنظور ده بالذات. هو بيقدم إطار معين للنظر لمستقبل الوضع في الجزائر، بيربطه بشكل وثيق بمسار قضية الصحراء
وتداعياتها الداخلية زي ما هو بيشوفها. دي هي وجهة النظر اللي بيقدمها لنا المصدر اللي استعرضناه النهاردة.